السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لأول مرة تشوفيني، دي قناة أكلة وفكرة بنقدم فيها حاجات كتير جدا لست البيت. تعالوا بقى نشوف من حتتين البانيه الصغيرين دول هنعمل كده كام قطعة بانيه. تسميه كده البانيه الكداب، بس تحفة. بصوا الطريان وبصوا الجمال، وهوريكم كمان بصوا القطمة بتاعته. مش هتفرقيه عن البانيه العادي جدا، لان احنا مش هنحط له اي اضافات تغير طعمه، ولكن بصي الكمية. انا عملته كده وحدتين شبه بانيه الشركات، والباقي مدور زي ما انتم شايفين كده. انتي اعملي بقى اللي انتي حباه. يعني حبيت اوريكي ان هو ممكن يتعمل بالشكلين. تعالي نشوف هنعمل ازاي، ونبدأ الفيديو كده ونصلي على النبي في الكومنتات، وبقولوا لي رأيكم وجربوها وقولوا لي رأيكم. والله الاولاد عجبتهم جدا لدرجة قالوا لي اعملها لنا تاني يا ماما، ده احلى من البانيه العادي. تعالوا كده هنجيب حتتين البانيه، بس ما يبقوش سايحين قوي، يعني يبقوا يعني ايه مجسكين نفسهم شويه في التلاجة او في من الفريزر يعني، بس مش مجمدين عشان واحنا بنضربهم ما يبقوش سايحين قوي. ماشي، هنضرب كده بصلتين صغيرين زي ما انتوا شايفين كده من البصل. بصوا انا ما جربتهاش بالبصل الاحمر، جربتها بالبصل الابيض وعجبتني جدا النتيجه، وما كانش باين خالص. دول بصلتين صغيرين جدا مفرومين ناعم قوي، وعشان يطلعوا ناعمين قوي بحط لهم شويه ميه صغيرين وانا بضربهم عشان يبقوا ناعمين جدا. او تبقي بشرهم بالمبشره وتحطيهم كده بميتهم عادي جدا، مفيش مشكله. ماشي، انت كمان هتحاولي تحطي شويه ميه مش هتصفيها. دول كده بوسعه لكم وبعرفكم ان هما يعني بصلتين صغيرين او بصله كبيره. وبحط عليه كده، ده المكون معانا الاساسي، الفيجيتار اللي من العطار، لان الفيجيتار العادي بصرف النظر ان هو بيبقى اغلى وبيبقى حادق شويه يعني، بس هو بيبقى حلو وكل حاجه. بس علشان خاطر احنا محتاجين الفيجيتار بتاع العطار عشان هيبقى معانا كميه زي كميه البقسماط. انتوا فاهمين قصدي؟ فلو اضطريتي تحطي الفيجيتار الجاهز اللي هو بيبقى كيس صغير ده من السوبر ماركت، هتحطي قصاده معلقتين بقسماط، يا اما هتحطي الفيجيتار الجاهز ده. فحطيت كده الفيجيتار الجاهز زي ما انتم شايفين، وقلبته كده وخليته يتشرب مع البصل، وحطيت رشه صغيره من بهارات الفراخ ورشه صغيره من مرقه الدجاج لو عايزه، مش عايزه دي مش اساسي. اهم حاجه الفيجيتار ورشه صغيره من بهارات الفراخ لو عندك. ما عندكيش، هو الفيجيتار على فكره فيه كل المكونات. تمام، وهسيبهم كده يتشربوا مع البصل، وحطيتهم كده في التلاجة عشان يشربوا ميه البصل كلها ويتشربوا مع بعض ويبقوا عجينه واحده. وضربت قطعتين البانيه زي ما انتم شايفين كده في الخلاط، في قصدي الكبه. ممكن تبشريهم، ممكن تعمليهم بالمخرطه، يعني دغدغيهم زي ما انت عايزه. خلاص، انا ما حبيتش ارجعهم الكبه تاني، ما بحبش الحاجه تبقى مفرومه ناعمه قوي كانها عجينه كده وبلوزه. وهقلبهم عادي، وزي ما انتوا هتبقوا شايفينها كده هتبقى عجينه واحده. بس بجد النتيجه كانت حلوه قوي وعجبتني جدا، وعجبت الاولاد جدا، فقلت لازم اشارككم الفكره. اولا هي طعمها حلو، وكمان لو انت عندك شباب كبار والدنيا كده عايزه تمشيها، انك تطلعي كده كام قطعه بانيه وتعمليها لهم، هترمي معاهم كميه كبيره. جالك ضيوف مثلا وانت مش عامله حسابك على البانيه كميه برضو كبيره، فما عندكيش الا حتتين بانيه كده وعايزه تعمليهم وجبه غدا حلوه جنب شويه مكرونه ولا حاجه، فالدنيا كده هتمشي مع بعض. بحاول اقدم لكم الافكار اللي فيها بعض التوفير، علشان خاطر يعني الدنيا بقت غاليه وعايزين برضو ناكل ولادنا كل حاجه من غير حرمان. فلما بالاقي فكرة حلوة باحب أشاركها لكم، وأوريكم من شوية كده إن في عروق كده وأنا باشد العجينة من بعضها، يعني مش عشان ما فيهاش بطاطس وما فيهاش أي إضافات غريبة، هي هتلاقيها لحمة عادي جدًا، لحمة فراخ عادي جدًا. حطيتها كده في كيس، وحطيت يعني كيس عليه شوية زيت وبططتها كده، ما تعملهاش رقيقة أوي وما تعملهاش سميكة أوي، هي بتبقى يعني إيه معقولة كده زي ما أنتم شايفين. أنا كده هاكورهم كلهم عشان أحاول أعملهم قد بعض. ممكن تعمليها حجم أصغر وتكتري العدد، ممكن تكبريها وتقللي العدد براحتك. أنا هم دول اللي طلعوا من القطعتين زي ما انتوا شايفين كده. وكمية البصل اللي حطيناها مش كتير خالص، أنا كورتهم كلهم كده. وهعمل معاكم كده بانيه الشركات. أنا حبيت أعرفكم إن ممكن تعمليه بنفس الفكرة البانيه بتاع الشركات، وبيبقى حلو جدا، وهنشوفه بعد ما يتحمر من جوه، وهنشوف هنكمل ازاي. بس لو كنت لسه ما اشتركتيش في القناة، اشتركي في القناة لأول مرة تشوفيني، وشوفي الفيديوهات اللي فاتت ان شاء الله هتلاقي فيها افكار كتير ليكي لو انت ست بيت هتفرق معاكي. وما تنسيش تعلي الفيديو كده بلايك، اللايك بيشجع الواحد ان هو يقوم يصور ويعمل افكار كتير ويقدم لكم كده احلى ما عنده. والله الواحد لسه ما قدمش احلى ما عنده، عشان خاطر بس اليوتيوب نفسه خاسف القناة الارض ما بيطلعهاش. فانتوا حاولوا تطلعوها باللايكات. تمام، انا كده عملت الكميه كلها دي اللي طلعت منها كده، طلع منها زي ما انتوا شايفين كده 8 قطع. بنحطهم كده في الفريزر، لازم تجمد الاول قبل ما تكمليها. هنحطهم في الفريزر وبعدين هنعمل الخطوه التانية، هنشوف هنعمل ايه.
هجيب كده نص كوبايه ميه في حاجه واسعه، وهحط معلقتين دقيق وهقلبهم كويس. اهم حاجه تخليها عجينه يعني خفيفه شويه، عامله زي بتاعه الكريب كده لو تعرفوه. تمام. وهحط عليها يعني قليل من نفس البهارات اللي انا حطيتها، بحب الحاجه كلها يبقى ليها طعم، بس تخلي بالك كويس جدا من الملح. وعايزه اقولك ان انا الفراخ حطيت عليها رشه ملح خفيفه جدا جدا جدا، وممكن ما تحطيش لان هي الفيجيتار بيبقى مملح. حطيت هنا رشه فيجيتار برضو خفيفه، ورشه آه، بهارات فراخ خفيفه، عشان بس يبقى ليها طعم، متبقاش كده. طبعا انا عاملاها بالطريقه الاقتصاديه من غير بيض ولا لبن ولا اي حاجه، عشان هي الطريقه كلها اقتصاديه في اقتصاديه. لكن لو انت حابه تعمليها ببيض عادي، يعني انت حابه تعملي الخلطه دي حطي فيها بيضايه ماشي، حابه ما تعمليش الخلطه خالص وتعمليه بيض، عامليها معامله البانيه بقى العاديه، بيض وفيجيتار وبقسماط. الطبق ده فيه شويه فيجيتار وشويه بقسماط زي ما بنعمل الايه البانيه العادي. وده كده بقسماط اسمه خلطة كنتاكي، بتتباع عند العطار، بتبقى كمية كبيرة كده، تلاقي كمية كبيرة كده حلوة ب5 جنيه أو ب10 جنيه. ده اللي بيتعمل منه بانيه الشركات. تمام. أنا بحط عليه كده شوية فيجيتار عشان يبقى ليه طعم برضو. الفيجيتار بتاع العطار يعني بيرمي معاكي كمية حلوة. وهنا بعد ما طلع من الفريزر بعملها كده وهي متجمدة وطالعة من الفريزر، بحطها في الخليط السائل ده وبعدين في البقسماط. بصي هي مش هتفك معاكي، لان هي يعني ايه، عارفه لما بنعمل ناجتس ونحط جواه بطاطس وحاجات بتبقى العجينه مختلفه، لكن دي عشان هي فراخ في فراخ. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بجد كان طعمها حلو جدا. ممكن تقدميها جنب شويه مكرونه، ممكن تعمليها كده ببرجر، تعمليها سندوتشات هتبقى حلوه جدا. تعالوا نشوف اما بنحمرها كده ونطلعها كده ونقطمها كده قدام بعض ونشوفها من جوه عامله ازاي. بالنسبة للتسوية النار هتبقى متوسطة مش عالية، لانك اول ما تحطيها هتلاقي البقسماط اتحرق منك وهي ما استوتش كويس من جوه. ومش النار واطية قوي عشان ما تلاقيهاش طريت كده منك، هي مش هتفك. تمام. ولكن الافضل النار تبقى متوسطة. واعمل كده معاكم برضك وحدتين بتوع بانيه الشركات، وهنشوفها برضو مع بعد ما تتحمر. كنت عملت قبل كده معاكم برجر الفراخ من قطعتين برضو فراخ، او من صدر فرخة تقريبا، نص صدر فرخة. عملنا كمية كبيرة، هتلاقوه برضك على القناة، هحاول احط لكم في صندوق الوصف او في شاشات النهاية. برضو كانت فكرة حلوة جدا. الحاجات دي كلها اقتصادية، ممكن تعملي ميزانية حلوة جدا لنفسك في الاسبوع، وتأكلي ولادك كل حاجة من غير حرمان. بصوا القطمة بتتقطم زي الفرخة بالظبط، لان هي مش عجينة، دي هي فراخ من جوه. وطعمها بجد كان حلو جدا، ومتبله حلو جدا. خلي بالك موضوع متبله، لو حتى هتدوقي على طرف لسانك قبل ما تعملي اي حاجه علشان خاطر تطلعي الحاجه مظبوطه. الملح القليل بيطلع الاكل ملوش طعم، والملح الكتير طبعا محدش هياكل، فلازم توزني ايدك كده وانت بتحطي الحاجه. بصوا القطعه بتاعتها عادي، قطعه فراخ عادي جدا، وعجبت الاولاد جدا وقالوا لي اعمليها، وعملتها فعلا تاني وتالت. يعني ايه، الواحد لما بيعمل وصفه بتطلع حلوه بيندم انه عملها بعد كده من كتر ما بيطلبوها. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ده طبعا الكمية اللي طلعت منها غير الواحدة اللي اتاكلت من شوية، اللي انا قسمتها ووريتها لكم، دي خلاص اتعملت سندوتشات اول ما طلعت، مش هيصبروا لما اصور اللقطة دي. فكده ايه رأيكم بقى، وقولوا لي رأيكم في التعليقات لو كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا. بصي بوريكم ان دي غمقت ازاي عشان نزلتها على زيت سخن، بس برضو طرية وما نشفتش ابدا، ما بتنشفش على فكرة، بتبقى حلوة جدا. ولو حاجة طلعت منك من الطاسة يعني ناشفة شوية، حطي عليها غطا دقيقتين 2 وشيلي الغطا، هتلاقيها طرية جدا معاكي. شوفوا بقى الفيديوهات اللي على القناة، هتلاقي فيها افكار كتير للتوفير زي كده، وتوفير كمان المجهود والوقت. تابعيني.